في الفيديو ده النهارده هشرح لك مشكلة كبيرة بيعانوا منها ملاك الهيونداي والكيا، وخاصة المواتير الجي دي اي. وللأسف لو ما عالجتش الموضوع ده في أسرع وقت للأسف ممكن تأثر على الموتور بتاع العربية ويحصل فيه بعض التلفيات الكبيرة اللي ممكن تؤدي لتكسير المكنة نفسها. بص يا سيدي بقى وركز معايا. أول حاجة ظاهرة التسكيع في المواتير الجي دي اي بيكون سببها اللي أنت هتشوفه دلوقتي ده، وهو تراكم الكربون بالشكل المفرط اللي أنت شايفه دون. وده طبعا ناتج عن الزيت وأبخرة الزيت ومشاكل الزيت الكتيرة اللي متواجدة في السوق المصري. فللأسف بتكون هنا محتاجة العربية إن هي تعمل تنظيف لغرف الصمام، تمام. وبتكون دي غرف الصمام، ونفس الشكل ده بيبقى متواجد جوه الموتور نفسه، يعني بيكون غرف الانتيك هنا فيها نفس المشكله، وبتتسبب طبعا في مشاكل كتير قوي منها التسكيع والتسقيف، وان العربيه تحس ان انت حاطط بنزين 80. فللاسف المشكله دي لو ما اتحلتش في اسرع وقت وعملت الصيانه الدوريه بتاعه الموتور الجي دي اي المعرفه اللي هي تنظيف الكربون كل 100,000 كيلو، للاسف المشكله دي ممكن تؤدي الى تلف الشمبر بتاع العربيه، تلف الشميز بتاع البستون، العربيه تبدا تاكل زيت، تبدا يحصل فيها مشاكل. فللاسف لازم تنظف كربون كل 100,000 كيلو متر للمواتير الجي دي اي اللي هي بتكون نفس الشكل دوت. في مواتير ام بي اي ما بتكونش محتاجه تنظيف كربون غير فترات كبيره قوي، بتكون بعد ال 250 تقريبا. طبعا الموضوع بياخد وقت ومجهود وتكلفه، فللاسف ده لو ما تنضفش كويس ولا اكني عملت اي حاجه. خصوصا ان في ناس بعد ما نضفت بعد شهر رجع نفس المشكله، لان المنتج او طريقه التنظيف كانت مش قويه كفايه انها تطلع الكربون دوت. فهوريك قبل وبعد والدنيا ماشيه ازاي. طيب وبالنسبه للمواد المستخدمه في التنظيف بتكون ايه؟ طبعا عندك الارخص هو سيترس، ولكن لازم بعدها تنظيف بميه مقطره، وده شرط اساسي، ودي الطريقه الارخص. وفي كمان طريقه تانية مختلفه، والطريقه التانية هي الطريقه الاكثر احترافيه، الا وهي المنتجات المتخصصه زي منتجات ليكومولي، وكمان منتجات فوكس، وكمان منتجات اكسادو. دي طبعا المنتجات الاكثر احترافيه في تنظيف الكربون، وليها حمايه على الموتور بتاع العربيه، بس تكلفتها ممكن تكون اعلى شويه. فمش عايزك تستغرب من موضوع سيترس ده اطلاقا، تمام، لانه هو موجود في نفس المواد الكيميائيه اللي متواجده في منتجات مشهوره في السوق المصري. طب ايه الخطوره اللي متواجده في سيترس لو اتساب على السطح بتاع الالومنيوم او اي معدن؟ هو تأثير هيدروكسيد البوتاسيوم على السطح المعدني، ولكن لو بعدها اتنضف بميه عاديه او ميه مقطره على سبيل المثال، الاثر ده هيروح تماما، مش هيكون متواجد على السطح نفسه. فلو كنت عايز تستخدم سيترس وهي الطريقه الارخص، انا بقول لك استخدم، ما تقلقش منه خالص، لانه هو فيه نفس المواد الكيميائيه اللي موجوده في منتجات اخرى، ولكن فرق من 70 ل 700.